السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل البسارية بوصفتين مختلفين. هنعملها مقلية زي ما انتوا شايفين كده، وهنخللها. فاول طريقة للقلية، الاول ان انتي هتنضفيها، تبداي تنضفيها، هتشيلي الراس بتاعتها والمصرين بتاعتها تنضفيها، وبعد كده تغسليها كويس جدا تحت الحنفية طبعا. وبعد كده تاخديها تحطي عليها التتبيلة بتاعتك، تتبيلة السمك، هتقلبيها كده في التتبيلة كلها ماشي. وبعد كده هتبداي ان انت تبدريها بالدقيق. انا هنا كده كنت بوريكم ان احنا هننضفها ماشي، بعد كده هجيبها لكم لما اتنضفت. هنا كده لما اتنضفت بعد كده هتبدريها بالدقيق. بعد ما تبدريها بالدقيق هتنزلي بيها في زيت غزير علشان تبقى مقرمشه معاكي وحلوه زي ما انت شفتي في اول الفيديو. هنا كده احنا كنا قليناها خلاص. هي بجد يا جماعه بيبقى طعمها حلو جدا جدا، و بتبقى تحفه وبتبقى مقرمشه جدا. فانت ممكن تعملي جنبها اي نوع سمك تاني انت حباه، يعني اللي مش هياكلها. احنا عملنا جنبها جمبري زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تقدمي جنبها اي نوع سمك او تكتفي بيها كده بس. هي بجد حلوه جدا جنب شويه رز وسلطه، يبقى سلام بقى. تعالوا بينا نخش على الوصفه التانية. الوصفه التانية للبسارية هي ان احنا هنخللها، بس طبعا مش هننضفها. هتخللي البسارية يبقى تسيبيها زي ما هي كده براسها. المهم ان انت هتغسليها كويس جدا، وبعد ما تغسليها كويس جدا تحطيها في مصفى علشان تتصفى تماما من المية اللي فيها. بعد كده كل اللي هنحتاجه 3 حاجات بس: شطة وملح وزيت لتخليل البسارية. طبعا هنا البسارية كنا غسلناها وسبناها تتصفى، وزي ما قلت لكم احنا مش هننضفها. تمام. معانا هنا 3 معالق كبار من الملح ومعلقتين كبار من الشطة، هنقلبهم كده على بعض. وطبعا قلت لكم هنحتاج زيت. اول حاجة هنحط الملح والشطة في البطرمان بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين شوية، وطبعا البطرمان بتاعنا يبقى ناشف تماما ما فيهوش مية. تمام. هتحطي بقى كده الخلطة بتاعة الملح والشطة ديت على البسارية نفسها، وهتبدأي كده ان انتي تقلبيها وتحاولي ان انتي تخلي الملح والشطة يغرقوها، يوصلوا لكل مكان في البسارية زي ما انتي شايفة كده. وبعد كده بقى هنبدأ ان احنا نعبيها في البرطمان. عايزه اقولك ان هو بجد طعمه حلو جدا جدا، اتمنى ان انتوا تجربوه. احنا خللنا قبل كده مع بعض السردين، عملناه بنفس الطريقه كده برضو، ملح وشطه وزيت، وبجد طعم السردين بيبقى حلو جدا. النهارده بقى احنا عملنا البسارية الصغيره دي، برضو بتبقى حلوه جدا واكلها سهل وتنظيفها اسهل منه مفيش يعني. وانتي بتاكليها تنظيفها سهل جدا جدا، ما بتاخدش اي وقت. بمجرد ما انتي بس ما بتشيلي الراس كده هي بتلاقيها نطفت بس. دخلنا بقى كله كده ونضغط عليه كده علشان ما يبقاش فيه فراغات بينهم. ونبدأ ان احنا نحط كده برضو على الوش ملح وشطة، ونحط بقى زيت. لازم تحطي له زيت، نص كوباية زيت على حسب ما ياخد. لما تحسي ان هو كده خلاص اتغطى يعني ماشي. وهنا دي كده كمية تانية عملناها برضو، بس حطينا عليها معلقة من البابريكا علشان تديله لون احمر. وحطينا في البطرمان من تحت زيت زي ما انتي شايفة. وطبعا قلبنا الملح والشطة على البسارية، وبرضو عبيناها كده ونضغط عليها ونحط على الوش برضو زيت. يعني انت ممكن تحطي من فوق ومن تحت زيت، وممكن تحطي بس تحت شطة وملح وفوق الزيت بس. تمام. وده شكله كده بعد ما عدى عليه اسبوعين. طبعا والجو كان مسقع شوية، فعلشان كده قعد اسبوعين. ممكن انتي لو في الصيف وجو حر ممكن اسبوع 10 ايام، لان هو اصلا حجمه صغير فبيتخلل بسرعة زي ما انتي شايفة كده. تطلعي بقى على طول على الاكل، يطلع كده من البطرمان، تعصري عليه عصرة الليمونة وتاكلي على طول. ما اقولكيش بجد طعمه رهيب. اتمنى ان انتوا يا جماعه تجربوه. وهسيب لكم السردين اللي احنا عملناه برضو، سردين التخليل، هسيبه لكم في صندوق الوصف. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت على الفيديو ده باذن الله.
بصي بقى ساعة الاكل انتي بس بتشيلي الراس، بصي نطفت، شفتي اللي طلع مع الراس؟ هي كده نطفت خلاص، مفيهاش اي حاجة. حلو جدا، ومفيش فيه غير الشوكة اللي في النص دي، وعادي لو اتاكلت اللي هي سلسلة الظهر دي اصلا دايبة كده. عايزة تشيليها شيليها، يعني سهل برضو شيلها، سهل جدا زي ما انتي شايفة كده. بس يا جماعة اتمنى بقى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني، وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل اشعار باي فيديو جديد عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.